بنفس الفكره اللي احنا قلنا عليها، ان انا هجيب الورق المقوى 8 و10 او اللي هو 10 و12 واكتب الكلمه في النص واعرضها على الطفل لمده 30 ثانيه واقولها له اكتر من مره. وكان اكتر واحد بيبدا الموضوع ده بيعمله كان رحمه الله عليه الامام الشافعي، كان بيحط يده اليسرى على الصفحه عشان عينيه ما تقعش عليها ويقراها. وعلى فكره في بعض المتلازمات منهم اطفال التوحد بيبقى عنده مهاره كبيره جدا في عمليه الايه؟ القراءه، ان هو ممكن لدرجه انه ممكن يقرا الصفحتين مع بعض في وقت واحد. خلاص كده؟ طيب هنيجي نتكلم على مقومات اكتساب اللغه. الحواس، خاصة حاسة مين؟ السمع. لأن احنا عندنا دلوقتي احنا بنتكلم وقلنا مركز فهم اللغة موجود فين؟ في الفص الصوتي، والفص الصوتي مسؤول عن ايه؟ عن السمع، فبالتالي هو دي أقرب منطقة لعملية السمع ومنطقة فرينك اللي هو فهم اللغة. فلما هسمع بسرعة هقدر أبدأ أفهم اللغة بتاعتي. فأول حاجة عندي سلامة الحواس. إيه كمان؟ ها؟ إيه كمان؟